انت كنت بتفرحي قوي لما بيكلمك ولما تلاقيه باعت لك حاجه، والنوتيفيكيشن اللي كانت بتجيلك دي كانها بترد فيك الروح، بتبقي مشتاقه له وعايزه تعرفي اخباره وعايزه تعرفي اكتر عنه، وانت سميتي ده حب. وعشان قلت انك بتحبيه بقى جواكي طاقه رهيبه من الحب والعطاء. بس لو رجعنا بالفيلم كده لورا هنلاقي ان انت اللي كنت بتعملي كل حاجه في العلاقه، وهو ما كانش بيعمل اي حاجه. هو ما كانش بيبادر بالمكالمات، انت اللي كنت بتبادري، وما كانش بيرد. والمكالمه اللي انت كنت بتفرحي بيها دي كانت بتبقى واحده قصاد 10 انت بتعمليها. النوتيفيكيشن اللي كانت بتسعدك دي كانت بتسعدك من كتر انه اصلا ما كانش موجود، فبقى مجرد ظهوره عيد بالنسبه لك. الحاجات الصغيره قوي اللي هي اصلا طبيعي تكون موجوده كبرت قوي في عينك من كتر ما انت مفتقداها. انت عامله زي اللي كان عطشان قوي وفرح قوي كوبايه ميه ساقعه. صحيح ان كوبايه الميه الساقعه دي تبقى عظيمه بعد العطش، بس هو السؤال هو انا ليه اصلا كنت عطشانه قوي كده؟ محتاجه تبصي على الموضوع كله، مش بس لقطه رنه الموبايل ولا الكام حاجه اللي كان بيعملها. محتاجه تسالي نفسك انا استحق علاقه عامله ازاي؟ لعبه هارد تو جت هي لعبه معروفه جدا. فكره ان هو بيصعب قوي فكره ان هو يبقى قريب وموجود، وهتلاقي نفسك بتفرحي بحاجات صغيره جدا لكن كبرت قوي في عينيك من كتر ما انت عطشانه. محتاجه تترجمي الامور مظبوط عشان ما تبقيش شايفه انه اللي بيدي حب بشكل مستمر ده حد ممل، وانه عادي، وانه اللي بيعطشك ده هو اللي بيفرح وهو اللي لذيذ. عشان ما تلاقيش نفسك فرحانه بكوبايه ميه قد كده وانت في الاصل تستاهلي نهر يرويكي زي ما انت عايزه. فخدي بالك وراجعي فعلا العلاقه كامله، مش مجرد لقطات معينه، هي عباره عن فتافيت صغيره من الحاجات اللي انت تستحقيها.